فاجأت يوما من الأيام القريبة، الأيام يقول قريبة يعني، بأن شخصا من دولة عربية بعيدة يتواصل معي ويخاطبني بلغة التهديد إذا لم أحول له مبلغا ماليا مقداره 5000 ريال. فرفضت ذلك، ولكنه نفذ ما يريد، يعني نفذ التهديد، وأرسل مقطعا مخلا بالآداب عني إذ استغل تمكنه من الذكاء الاصطناعي فجعلني كأنني أتحدث مع فتاة وهي عارية تماما، وجعلني أنا أتحدث معها أظهر لها أعضائي الداخلي. وقد نشر ذلك المقطع المخل لإخوتي وأهلي وأصدقائي وبعض من في حساباتي على وسائل التواصل دون مراعاة للآداب وهتكا لكرامتي. شوف المشكلة اليوم أيها الأحبة وش يسوي الذكاء الاصطناعي. إحنا اليوم المشكلة وين؟ المشكلة كل واحد فينا عنده حساب على التيك توك، حساب على الانستغرام، حساب على الفيسبوك، حساب على السناب شات، بعد حساب على تويتر، وعنده عدد من المتابعين، وكل واحد يقول الزوج عندي من المتابعين. الذكاء الاصطناعي شو يسوي؟ مو أخذ صورك أنت؟ وهي مشكلة اليوم الأولاد والبنات، صورهم منشورة في كل مواقع التواصل. أنت تدخل، أنت تصور، تخلي صورتك في الانستغرام، تخلي صورتك في السناب، تخلي صورتك في الفيس، رايح المطعم مصور، رايح ما ادري وين اصدقائها مصور، هي رايحه يا اصدقائها مصوره وحاطه صورها. اليوم حتى لو خليت فلتر على قولتهم شنو يسمونتون؟ فلتر على يعني على الوجه، الذكاء الاصطناعي يقدر يكشف لك وجهك ويعريك تماما من ثيابك، يعريك من ثيابك تماما. قد نشر ذلك المقطع المخل لاخوتي واهلي واصدقائي وبعض من في حساباتي على وسائل التواصل دون مراعاة للآداب وهتك لكرامتي. والحمد لله رب العالمين تم إبلاغ مركز الشرطة واتخذوا الإجراءات اللازمة حيال الآباء. لازم ينبهوا أولادهم وبناتهم. أنت تنزل صورك في السناب مالك أو في الفيس أو في الانستغرام، طيب أكو من يستغلك وحسابك مفتوح، يقدر أي واحد يدخل عليه. الذي حصل مع هذا الشاب، دخلوا على حسابه، أخذوا صورة وجهه وركبوها على شنو؟ بالذكاء الاصطناعي ركبوها على فيلم إباحي. يعني يقول هو هذا أرسل لي المقطع أنا متعري ويا البنت أيضا متعرية. تدفع فلوس ولا ننشر؟ ما دفع، فما الذي سوى؟ نشر، أرسل إلى أخوته وأخواته لأنه موجود مضافين معه في حساباته، أرسل إلى أصدقائه، ويا عيني الفضيحة. زين هو كان نبيه الولد، يقول أنا بسرعة شلت حالي رحت الشرطة بلغتهم أن هذا جاني الآن، هذا المقطع وصل إلى أخوتي وخواتي، وصل إلى زوجتي، وبالتالي لابد أن يشوفوا لي حل. قالوا لا اطمئن، هذا المقطع مركب، عرفوه كيف فعلا هم مركبينه، بس أنت نبه الآخرين أيضا لا تدفع فلوس. للأسف بعض الحالات الإنسان منا بنت أو ولد بالذات المراهقين لما يشوف هذا المقطع جاء ويقول له ادفع فلوس، أو يقول للبنت ادفع فلوس ولا راح ننشر هذا المقطع، شو يسووا؟ ما تروح تبلغ أهلها، ما يروح يبلغ أهلها، يروح يستلف حتى يدفع. وبيكتفوا؟ ما يكتفي. أنت إذا دفعت المرة بيقول لك بعد ادفع، ولا بنشر المقطع، وتقوم تتسلف وتدفع، ادفع ولا بنشر المقطع، وتقوم يتسلف وتاليها ما يخلص، يضطر بعدين يروح يبلغ، يضطر بعدين يروح يبلغ بعد ما فلسوه وسحبوا كل الأموال اللي عنده في الحساب. التفتوا يا الأحبة، مجرد أن تجيكم هالنوع من القضايا بلغوا. قلت لكم أنا قبل كم يوم، يعني من القضايا للأسف اللي بعض شبابنا عم يمارسها الحين هذا الذكاء الاصطناعي وآخرين يستغلوها، بس بعض الحالات أولادنا وبناتنا يعني يقعون في أخطاء. تروح بنت تسوي علاقة مع ولد، وهذا الولد الشيطان من شياطين الإنس والجن، أسوأ من شياطين الجن. هو يقوم ايش يسوي؟ هاي العلاقة وصلت إلى أنه يلتقي معها، وقد تصل والعياذ بالله إلى حالة الزنا والعياذ بالله. فهو مو بذكائه، بشيطنته يقوم يصور المقطع، يصوره ويبتزها بعد ذلك، يبتز البنت، يلا تجي لي كل يوم وكل ما أريد وتدفع فلوس، وإلا هذا المقطع بنشره بوصل لأهلك. هذه من الأخطاء الخطيرة التي قد يقع فيها البعض منا. نبه أولادكم، قعدوا وياهم، بناتكم قعدوا وياهم، يا بنتي يا ولدي إذا صار معك كيت وكيت بلغينا، لا تسكتي، لا تطمطمي، لا تخفي، بعدين تصير فضيحة. هذه من المشاكل الآن التي بدأنا نبتلي بها في مجتمعاتنا.